يا أهلا بكل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابة فكرة، وحلقة جديدة من حلقات سلسلة ليه رمضان اللي مستمرة معاكم طول شهر رمضان، وبنحلل فيها مسلسلات شهر رمضان في الموسم الحالي. في الحلقة دي احنا هنتكلم عن واحد من أكتر المسلسلات اللي كانت غير متوقعة بالنسبة لي إن أنا أتفرج عليها، واحد من المسلسلات المهمة جدا، واحد من المسلسلات اللي قصتها مهمة وواقعية جدا، وهو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة. مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، وفرح يوسف، وإسلام إبراهيم. القصة لسمر طاهر، والإخراج لياسمين أحمد كامل. قبل كده ما نتكلم عن المسلسل خلينا نقول قصته. المسلسل أحداثه بتدور حوالين شيماء، البنت الفقيرة اللي في عيلة فقيرة جدا، واللي في يوم من الأيام بتعمل فيديو مع أختها على التيك توك، وفجأة الفيديو ده بيضرب وبيجيب مشاهدات كبيرة جدا، وبتلاقي نفسها شيماء بين يوم وليلة بقت مشهورة والناس كلها عارفينها وبيشاوروا عليها. فمع طبعا الضغوط اللي على عائلتها، ومع طبعا تشجيع من أختها ومن صاحبتها، بتبتدي شيماء إن هي تدخل في سكة السوشيال ميديا علشان تجيب فلوس. لكن لما بتدخل فيها بتكتشف إن العالم ده فيه مشاكل كتير جدا، وبتلاقي إن العالم ده وراها الوش السيء ليه، وبتدخل في مجموعة من الأحداث اللي بتخلي حياتها تنقلب للأسوأ بشكل كبير جدا. المسلسل ده في الأول يمكن اللي خلاني ما فكرش إن أتفرج عليه إن أنا قلت هيبقى مسلسل عن السوشيال ميديا وكده فالموضوع ده خلاص يعني قتل بحثا. بس الصراحة مع الحلقات الأولى لقيت الموضوع مختلف تماما بصراحة، وده لأن المسلسل مش بيتكلم عن السوشيال ميديا بشكل واضح. هو في الأول اصلا بنى للعالم اللي بتدور فيه الاحداث، الاسره اللي بتدور فيها الاحداث كلها بعد كده، الاسره واصحابهم والناس اللي يعرفوهم، وكل ده اتبنى له. وبعد كده ابتدينا نشوف ازاي العيله دي او بمعنى اصح البنت اللي هي شيماء دخلت في سكه السوشيال ميديا. الكتابه في المسلسل ده حلوه قوي لاكتر من سبب. اول سبب ان هي ما حاولتش ان هي تعمل مسلسل عن السوشيال ميديا وخلاص، لا، هي كانت عاوزة ان هي تاخد المشاهد في رحلة الاول لأسرة عايشة حياتها طبيعية بشكل كامل من غير اي ازمات، وبعد كده لما السوشيال ميديا ابتدت تدخل في حياة حد فيهم، شكل الأسرة من بره كان عادي جدا. اول ما تشوفوا أسرة مكونة من اب وام وثلاث بنات، واحدة منهم متجوزة وواحدة في معهد والثالثة في مدرسة، طبعا يعني تشوف التقسيمه دي او التوليفه دي تحس ان يعني دي شكل اسره عاديه، شكل الاحداث عاديه. بس الحقيقه ان التوليفه دي من مميزات الكتابه، لان الكتابه قدرت ان هي تحط التوليفه دي بشكل انت تصدقه شكل واقعي قبل ما تخش في الموضوع والعالم اللي بتدور فيه الاحداث بشكل كبير. ودي كانت اول مميزات الكتابه في المسلسل ده. اما بقى تاني مميزات الكتابه هي ازاي بنت لدخول شيماء السوشيال ميديا. بمعنى أصح هو جابت شيماء الأول حياتها عاملة إزاي، إن هي بنت منطوية ما بتخشش في علاقات، ما بتكلمش حد، فإن هي فجأة تدخل السوشيال ميديا كان الموضوع هيبقى مش متصدق. لكن الكتابة خلت الموضوع يدخل تدريجي بشكل يخليك فعلا تقتنع بيه وتقول ده كده صح، الكلام ده يحصل فعلا. لأن اللي اتعمل في الكتابة إنها حطت المبررات اللي تخلي شيماء دي تدخل في السوشيال ميديا، سواء بقى المبررات دي كانت من اللي حواليها أو منها هي شخصيا. ويمكن ده كان ذكاء كبير من السيناريو برضو، لأن هنا السيناريو خلى إن بعض من المبررات اللي خلتها تدخل للسوشيال ميديا هي الفقر، إن هي عايزة تجيب فلوس علشان تساعد أهلها، اللي شفنا في التأسيس لحياتهم إن هم بيعانوا كتير من فلوس بسبب إن الأب طلع معاش، وان الام بتشتغل كذا شغلانه وبتحاول انها تعمل جمعيات وفي نفس الوقت بنشوف كمان نوع من الضغوط اللي بيبقى على شيماء، وهو ان اللي حواليها بيحاولوا يقنعوها. ان كانت صاحبتها سحر بتحاول انها تقنعها وتقول لها لا لازم تدخلي مجال السوشيال ميديا، انت محبوبه وانت بقيتي واكله مع الناس والكلام ده كله. واختها اللي كانت عماله تحاول فتره كبيره جدا تشتهر على السوشيال ميديا وما كانتش قادره توصل لحاجه، وفجاه لقت اختها هي اللي اشتهرت، فبالتالي بقت عايزه تمسك في ديل اختها وتطلع معاها، فبقت بتشجع اختها عشان تكمل عشان خاطر مصلحتها هي. فده كان برضو ضغوط على شيماء. اما بقى الضغوط الداخليه اللي كانت من جوه شيماء نفسها دي برضو اللي كانت ذكيه قوي، وهي فكره ان شيماء لقت نفسها محبوبه، لقت نفسها الناس بتكتب لها كومنتات حلوه، لقت الناس بتحبها، لقت الناس عاوزه تتصور معاها، وهي كانت اصلا محدش شايفها،
حتى الولد اللي هي كانت بتحبه ما كانش شايفها ولا واخد باله منها، وبالتالي ابتدت تحس من السوشيال ميديا ان الناس ابتدت تشوفها. وهي قالت ده صراحة، قالت انا ما حدش كان بيحبني وفجأة لقيت الناس كلها بتحبني، لان هي كبنت زي ما قلت كان ما حدش واخد باله منها، حتى اهلها كانوا ساعات بيعاملوها بقسوة شوية، فهي كانت عاوزة الناس تشوفها. ولما ابتدت الناس تشوفها اتشعلقت بده قوي، وابتدت تتعلق بفكرة السوشيال ميديا بسبب ده. فده خلى المبررات ان هي تدخل في العالم ده وتنغمس فيه اكتر مبررات منطقية ومقبولة بشكل كبير جدا. والعامل اللي بعد كده اللي الكتابة فضلت متفوقة فيه هو ازاي تطور حياة شيماء في السوشيال ميديا، ازاي ابتدت بحاجات صغيرة وازاي وصلت للناس الاكبر، وازاي حاولت ان هي تشوف حد يساعدها، وازاي ناس ضحكت عليها لانها مش فاهمة كويس. فالموضوع كان باين واقعي قوي من شخص مش فاهم في السوشيال ميديا، فدخل فيها فجأة ولقى نفسه فجأة مشهور، فبقاش عارف يتعامل ازاي، وبقى بيسأل ده وبيسأل ده وبيسأل ده، وفي الاخر بيحاول ان هو يوصل لحاجة لكن مش عارف. ودي برضو نقطة بتبين ان في احيان كتير الجهل في السوشيال ميديا بيكون هو سبب من اسباب الخلل اللي بيحصل لبعض الناس. بس زي ما قلت بناء العالم ودخول شيماء للعالم ده ازاي ابتدى صدفة لحد ما بقى مهنة ليها كان واقعي جدا. واي حد من الناس اللي شافت السوشيال ميديا وشافت تأثيرها هيبقى عارف ان هو بيحصل بالشكل اللي حصل ده. فالبناء اللي حصل ده حصل بشكل حلو قوي، الكتابة فيه كانت موفقة جدا جدا جدا، خلى الموضوع واقعي قوي، خلى الموضوع متصدق قوي قوي قوي، لان انت شايف التطور اللي حصل لها. وفي اوقات كتير انت بتبقى عاوز تقول لها لا اللي انت بتعمليه ده غلط، اللي انت بتعمليه ده مش صح، السوشيال ميديا مش كده. فده برضو يخليك تحس ان الكتابة قدرت توصل لك احساس ان ده بناء واقعي قوي لدخول شخص ما يعرفش حاجة عن السوشيال ميديا للعالم ده. وهي دي من اكتر نقط التفوق للكتابة. طبعا بقى نقطة تاني في تفوق الكتابة وهي كتابة الشخصيات. كتابة الشخصيات كانت مميزة جدا، كل الشخصيات كانت مكتوبة بشكل حلو، معمولة بشكل حلو، كل شخصية الدوافع بتاعتها والأفكار بتاعتها كانت واضحة وباينة وكانت تتصدق. فلما شفت مثلا شيماء في مرحلة ما لما بقت بتحب كل شخص يقول لها كلمتين حلوين، رغم ان ده ممكن ناس تشوفه غير منطقي شوية، في يعني اللي حصل في الحلقة ال 12 تقريبا او مش فاكر الحلقة الكام، ان هي حبت شخص بسبب ان هو عاملها بشكل حلو وابتدت تتخيل حياتهم سوا وان هم هيتجوزوا كده. بس لما تفتكر بناء شخصية شيماء كان عامل ازاي تقول لا ده منطقي، ما هي اصلا شخصية ضعيفة، هي اصلا شخصية عاطفية، هي اصلا شخصية بتتعلق بسرعة. فبالتالي لما تفكر كده فتقول لا يبقى اللي حصل ده كان منطقي، ما كانش غريب ولا حاجة. فده من مميزات الكتابة، ان هو خلاك توصل ان اللي بيحصل ده يتصدق، سواء بقى من اللي بيعملوا الشخصيات او من اللي بيحصل بشكل عام في المسلسل. الفكرة بقى او المرعب في هذا المسلسل بالنسبة لي ان هو مأخوذ عن او مستوحى بمعنى اصح من قصص حقيقية، وده هم كاتبينه على التتر. يعني كان في مشهد في الحلقة ال15 تقريبا لشيماء وهي بتتكلم في فيديو وبتقول على ابليكيشن الناس تشتغل فيه والكلام ده كله. الابليكيشن ده كان هو طبعا سبب المشكله اللي حصلت لها بعد كده. لما بقى تشوف المشهد ده تلاقيه مستوحى من فيديو اتعمل لبلوجر شهيره كان اسمها حنين حسام، حصل لها برضو قضيه واتسجنت وكده. هو نفس الفيديو اللي اتصور في احداث المسلسل، يعني تقريبا الكلام شبه واحد، وكأنه بيقول ان ده احد القصص اللي المسلسل مستوحى منها، لكن مش هذه القصة الوحيدة، في قصص تاني المسلسل مستوحى منها، بس مش هخوض في دي قوي ومش هتكلم عنها قوي، لان ده ما كانش هدف المسلسل. لان المسلسل كان عاوز يأسس لفكرة ان اللي بيحصل في السوشيال ميديا ده في اوقات كتير ناس ما بتبقاش قصداه، وفي اوقات ناس بتبقى قصداه، بس طبعا من غير ما يبان ان في شخصية محددة المسلسل بيتكلم عليها. طيب لما نروح بقى لرسالة المسلسل هنلاقي طبعا ده مش تسلية وتقضية وقت وخلاص، يعني المسلسل ده بالذات رسالته واضحة جدا، يعني هو مسلسل مهم بكل تفاصيله وواقعيته والموضوع اللي قدمه، واللي يعتبر حساس جدا وبيمس المجتمع، لأنه موضوع صادم يعني موجع لأي حد قريب أو بعيد عن السوشيال ميديا. يعني انت شفت حقيقة التكنولوجيا وحقيقة السوشيال ميديا والواقع بتاعها، وازاي التكنولوجيا والنت بقوا سهلين ويخليهم يأثروا في الشباب بشكل كبير جدا، وازاي ان الرغبة في تحقيق الربح والشهرة ممكن يوصلوا حد ان هو يدمر نفسه بسبب السوشيال ميديا من غير ما ياخد باله او هو عارف كويس هو بيعمل ايه.
فالنهايه كمان بتاعت المسلسل لخصت ده قوي، لخصت الحاله دي كلها، ولخصت الاضرار اللي ممكن تحصل للمجتمع بسبب السوشيال ميديا، لخصت كمان الضرر اللي ممكن يحصل للاهالي. يعني في ناس كتير بمعنى اصح لما بتشوف مثلا بلوجر شهيره اتسجنت او حصل لها مشكله، بنبتدي نتكلم عن المشكله، وناس تاخدها ترند عشان تتكلم عليها وتزود فولورز، وناس تانية بتحاول ان هي تاخد الموضوع بشكل كوميدي وتسف عليها و لكن ما بنبقاش مدركين من اللي بيعاني منه اهل البلوجر او اهل الشخصيه المشهوره اللي حصل لها المشكله. ازاي ده بيأثر عليهم، ازاي هم بيتأثروا باللي حصل ده. احنا ما بنشوفش ده، لكن اللي بيحصل للاهل بيفضل مستمر معاهم العمر كله، وفي بلوجرز بيفضل الموضوع مستمر معاهم العمر كله، الا بقى ايه لما بننسى. طبعا يعني الحالات دي يعني برضو اتوضحت في جزء من المشاهد، زي المشهد اللي شيماء اتصورت فيه وهي بترقص، وده طبعا شبه فيديو اشتهر مؤخرا على السوشيال ميديا، البنت اللي كانت بترقص في فرح. وطبعا الناس ما كانتش مدركه حجم التأثير اللي حصل للبنت دي، لكن المسلسل وضحوا ان هو ازاي حاجه زي دي حد ممكن يكون صورها اثرت على حياه عيله بحالها، خلت العيله كلها مش عارفين يتكلموا مع بعض، العيله ما بقتش عارفه تعيش زي الاول، بقوش عارفين يخرجوا ولا يوروا وشهم للناس. خلت موضوع السوشيال ميديا والصدمات والفضايح اللي السوشيال ميديا بتعملها خلته صادم قوي وموجع قوي، لان انت شفت وجعه بشكل كبير قوي. يعني المسلسل صور الوجع ده بشكل كبير قوي. ممكن يكون هو ركز على ده قوي، بس ده كان مطلوب عشان يبين حجم ومدى التأثير اللي السوشيال ميديا ممكن تعمله، وحجم الضرر اللي ممكن السوشيال ميديا ممكن تعمله، وحجم الضرر اللي ممكن احنا شخصيا كل واحد فينا سواء انا او اي حد من اللي بيسمع البودكاست ممكن يعمله من غير ما يحس، وهو بيصور فيديو وبينشره او بيتكلم على حد بشكل معين، ان اللي هو بيعمله ده ممكن يأثر على حد ازاي. الموضوع فعلا مرعب لانه واقعي جدا، وده اكتر شيء مرعب فيه. شفنا ازاي ان ممكن السوشيال ميديا وهوس السوشيال ميديا ممكن يخلي اختين يكرهوا بعض، او بمعنى اصح ان يخلي اخت تبقى حاقده على اختها. المسلسل حطه بشكل مفصل جدا في كل حاجه. انت شفت تأثير الضرر اللي انت ممكن تعمله بكلمه او بفيديو بشكل كبير جدا، شفته بشكل قاسي، شفته ازاي ممكن يأثر من اكتر من اتجاه. اتلخصت بشكل كبير طول ال16 حلقة اللي في المسلسل، وبانت اكتر في مشهد النهاية، مشهد المحاكمة. وان كنت اعيب يعني شوية في مشهد او في الحلقة الأخيرة كانت خطابية زيادة عن اللزوم. يعني المسلسل كانت رسائله كلها واضحة، ما كانتش محتاجة ان الحلقة الأخيرة يبقى الموضوع فيها ايه يتقال بشكل مباشر قوي كده. يعني الموضوع كان خطابي زيادة عن اللزوم في الحلقة الأخيرة، فالموضوع ما كانش احسن حاجه بالنسبه لي. دي وجهه نظري يعني شخصيه، لكن ده ما يقللش من اللي عمله السيناريو ولا اللي عمله المسلسل ككل. ما يقللش ان المسلسل قدم الفكره بتاعت السوشيال ميديا بالشكل اللي المفروض الناس تشوفه بيه، ان هي ليها وجه اسود قاتم فظيع. فلو هنتكلم بس عن ان الحلقه الاخيره كان فيها شويه جمل خطابيه وفيها شويه رسائل مباشره والكلام ده كله، هنقول ان دي كانت واضحه، لكن يعني ده ما يعيبش المسلسل زي ما قلت، لان رسالته واضحه ورسالته حلوه وعاوزه تقول حاجه وعاوزه تكون مؤثره على المجتمع. واعتقد ان هي لو الناس فكرت فيها فعلا هتبقى مؤثره على حياه ناس كتير قوي. بالنسبه بقى للاداءات التمثيليه، خلينا نقول ان الاداءات التمثيليه في المسلسل ده كلها في مرتبه متقدمه، في مرتبه الممتاز من على الجميع. محمد محمود طبعا هو كوميديان، لكن هو مثل دور رائع، عمل دوره على اكمل وجه. المشهد بتاع رغم ان مشاهد المحكمه ما كانتش المفضله بالنسبه لي لان كانت خطبيه زي ما قلت، لكن الجزء الخاص بيه هو كان حلو قوي، لان هو برضو من خلاله وصل رساله مختلفه، وصل رساله ان الاهل في وقت من الاوقات ممكن هم اللي يتسببوا ان الاولاد ينغرزوا في الغلط وينغرزوا في السوشيال ميديا وفي اخطائها بشكل كبير من غير ما ياخدوا بالهم بسبب قسوتهم في بعض الاحيان. فده اتوضح من خلال كلام محمد محمود، وكان الكلام بتاعه مؤثر جدا جدا وكان معمول حلو قوي. بالنسبه لانتصار طبعا اداء جيد جدا. سلمى ابو ضيف وليلى احمد زاهر الاداءات حلوه جدا. سلمى ابو ضيف بتخوض دايما تحديات مختلفه وجديده وجريئه، وده بقى بيميزها مؤخرا، والحقيقه ان هي بتنجح في التحديات اللي بتدخلها، عاوزه تعمل حاجه جديده، عاوزه تبين انها بتتطور، وده باين فعلا. هي ادائها تطور بشكل كبير جدا في المسلسل ده، طلعت حاجات افضل مما كانت بتطلع. كمان هي ممثله كويسه، لكن في المسلسل ده هي ادائها عالي جدا، رغم طبعا حاجات النطق اللي كانت الناس بتعلق عليها شويه،
لكن هي دي كانت محاولة ان هي تمسك في الشخصية قوي. والحقيقة برضو علشان نبقى منصفين ان قدرتها ان هي تمسك في طريقة الكلام دي في اوقات كتير، رغم ان هي خلاص الشخصية بعد كده في الحلقات الاخيرة كانت خلاص بقى شخصية بلوجر مشهورة والناس كلها عرفتها والكلام ده كله، لكن هي حافظت على طريقة الكلام اللي هي بتتكلم بيها، لان هي دي كانت شخصيتها الحقيقية. هي كانت عايزة تقول ان الشخصية اللي قدام الفيديو دي شخصية مصطنعة، لكن شخصيتها الحقيقية هي اللي بتتكلم بالطريقة دي. فدي كانت نقطة كويسة على فكرة، لا تؤخذ عليها ولا تؤخذ على المسلسل، أنا شايفها كانت نقطة كويسة جدا. ليلى أحمد زاهر أدائها تطور جدا، خرجت من عباية البنت الكيوت اللطيفة وعملت شخصية مركبة صعبة، مركبة ان هي كمان ما تقدرش تقول هي شخصية حلوة ولا وحشة. هي في اوقات كتير بتبقى شخصية حقودة، وفي اوقات كتير تاني تقول لا هي بتحب اختها، بس هي بس اللي عاوزة تنجح، فبتدور على النجاح على السوشيال ميديا وحاسة ان النجاح ده وصل لاختها. فلا الشخصية هي عاملاها حلو، عاملاها بتمكن، انا صدقتها جدا. في اوقات كتير جدا كنت بكرهها وبكره الشخصية، في اوقات كتير جدا لقيت نفسي بتعاطف مع الشخصية لما بتتكلم من قلبها وبتسيب الحقد، فده نجاح جدا للتجسيد. فرح يوسف ممثلة عظيمة، مش اقدر اقول اكتر من كده، عاملة اداء جميل جدا، سهل ما فيهوش تصنع، كل حاجة فيه بسيطة، بنت فعلا من مكان شعبي ومن حارة شعبية. اداء اسلام ابراهيم عمل شخصية الزوج الناطع السخيف اللي عاوز ينجح او يعمل فلوس من اي طريقة، حتى لو الطريقة دي ان هو يجي على مراته ويجي على اهلها ويجي على اي حد في الدنيا. في اوقات كتير بحس اني اول ما بشوفه كده على الشاشه بحس ان انا عايز اضربه بكنكه في نافوخه، بس ده نجاح للشخصيه لان هو مثلها بشكل حلو قوي، ان هو خلى الشخصيه تبان رذالتها وتبان ان هي شخصيه بشعه، فيخليك فعلا مش طايقها. فده نجاح كبير جدا لتجسيده. في النهايه الاخراج، عاوز اشيد بالاخراج قوي قوي قوي، لان الاخراج لياسمين احمد كامل اخراج مميز قوي، اخراج متمكن جدا، بينت الواقعيه فيه قوي، التصوير في اماكن واقعيه، الاهتمام بالتفاصيل، كل حاجه في الاخراج كانت حلوه، اللقطات، المشاهد اللي في الحاره، حاجات كتير معموله حلوه في اخراجيا، وتركيز في التفاصيل حلوه قوي. وياسمين احمد كامل من المخرجات اللي اتمنى ان هم يتواجدوا بشكل اكبر، لان هي واضح ان هي مركزه قوي في شغلها وعندها كتير قوي قوي قوي، ولو كملت بالمستوى ده هتبقى من اهم المخرجات الموجودين في مصر. ده كده كلامي بشكل عام عن مسلسل اعلى نسبة مشاهدة، المسلسل المفاجئ بالنسبة لي، الحلو جدا رغم ان هو سوداوي جدا، لكن بيناقش قضية مهمة جدا، بيناقش واقع مهم جدا، وبيناقشه بشكل حلو. واعتقد ان هو فعلا ان هو يستحق ان هو يتشاف، لان هو الناس هتتعلم منه وتفهم منه حاجات كتير قوي قوي قوي. المسلسل بالنسبة لي يستحق تقييم 8 من 10، عمل اللي عليه، عمل كل اللي كان مطلوب منه، ووسط أداءات تمثيلية حلوة وكتابة مميزة وإخراج جميل جدا، ويستحق ان انتوا تتفرجوا عليه. اللي ما اتفرجش على المسلسل ده يبقى يتفرج عليه، لانه مسلسل حلو جدا ومهم جدا. دي كانت حلقتنا النهاردة في مناقشة مسلسل ورسالة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، استنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة وسلسلة ليه رمضان، وسلام عليكم. سلسلة ليه رمضان من بودكاست الكتابة فكرة مع عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت وروان محمد، وشكر خاص لكارمن السراج ويوسف باسيلي. واستنوني في حلقة تانية من بودكاست الكتابة فكرة وسلسلة ليه رمضان.